اللي نعرفه في عرف الكوره ان اللعيب اللي موجود في ال 18 بيبقى جاهز بدنيا وطبيا، يعني هيلعب في اي وقت. في مصر بنقول يعني ممكن يبقى مصاب قاعد على الدكه لو الدنيا اتلخبطت، يعني حصل طوارئ، اننا ننزله يلعب وهو مصاب، يعمل اي فرق في الملعب. لعيب خبره، لعيب زي مثلا نقول شيكابالا، حازم امام، ابو تريكه، نقول بقى اللعيبه اللي هي بتخلص الماتشات. ممكن لو هو مصاب ده قاعد على الدكه اخر 10 دقايق تنزله يفوق الفرقه، يعمل اسيست، يعمل اي حاجه، يخطف النتيجه. اللي حصل مع زيزو امبارح طبعا اهانه، اهانه، اهانه. زيزو بيتمرن، ما بيلعبش في الزمالك بس بيتمرن، البدني بتاعه كويس، بيطلع الجبل وينزل الجبل ويتمرن في الرمله ويلعب في الرمله. بنشوف فيديوهات ليه كتير. وراح اتمرن في الزمالك لوحده ودخل مع الفرقه وجري وراح الجيم والبدنين بتاعه كويس. وزيزو طول عمره بدنيا كويس. يعني انا كنت بقول عليه لعيب العاب قوه، ان هو بيجري في الملعب كتير، بياخد سبرنتات وبياخد بيلعب بيجري بالكوره بلا هدف. في بعض الاحيان تحس ان هو بيلعب فردي، بيلعب العاب قوه. فزيزو امبارح انا شايف هو نزل، انا قلت نزل هيعمل فرق. هو فعلا نزل عمل كام كوره كده فرق. انا زيزو ما نقدرش نختلف على امكانياته. انا مش عارف بقى ليه مدرب طلعه، يعني انت نزلته ليه وطلعته ليه؟ فانا شايف ان التغيير اللي حصلت امبارح دي نقطه فاصله في تاريخ زيزو. الراجل اتهان امبارح في الملعب في اول ماتش رسمي مع الاهلي وانتر ميامي، دي اهانه. لما تبقى لعيب كبير بحجم زيزو، اغلى صفقه في مصر دلوقتي، يعني مش هنقول بقى مالناش دعوه بتريزيجيه والناس دي اللي واخدين ارقام خياليه، وامام عاشور واخدين ارقام خياليه برضه مصروف عليهم جامد. تريزيجيه يعتبر رقم ثلاثه ولا حاجه في المقابل المادي. ولكن زيزو بقى الدوشه اللي حصلت بالترندات، بالفتنه اللي حصلت بين الجمهورين، بالقلق كله اللي احنا عارفينه والقرف اللي احنا شفناه، بينزل كان مستواه كويس في الملعب والمدرب قام شده تاني من الملعب، تعالى يا ابني. دي نقطه فاصله برضو في تاريخ ماتش. ده الدرس الثالث لجمهور اللي بيفهم كوره وبيتكلم.